في راجل جاله أمر رسمي إن كل اللي فاضل في حياته ساعات محدودة. الغريبة إن ولا صرخ ولا هرب ولا حتى طلب الرحمة. عارفين اختار يعمل إيه في آخر ساعات ليه؟ جاب ورقة وقلم وقرر إنه يكتب رسالة لصاحبه. والمشهد ده بالذات هو اللي جنن المؤرخين كلهم لحد النهارده. ازاي واحد في اللحظه دي كان هادي جدا، اهدى من ناس كتير دلوقتي قاعدين بيشربوا قهوتهم وبيقلبوا في الموبايل بتاعهم. صاحب الانسان. احنا في حياتنا بنتعامل مع نوعين من الخوف. في الخوف الطبيعي اللي هو بيجي لك لما عربيه تفرمل جنبك مره واحده، او كلب يهوهو عليك وانت ماشي في الشارع. ده خوف غريزي وموجود عشان خاطر يحميك. وفي نوع تاني بقى خبيث، خوف بيصحى معاك وبينام معاك وبيفضل ماشي وراك خطوة خطوة من غير ما تبقى عارف هو جاي منين. مراتك مثلا تخش عليك وتقولك عايزين نتكلم شوية، تقول من جواك يا نهار اسود، أكيد في كارثة، أكيد قفشتني. تقبض المرتب بتاعك وقبل ما اليوم ما يخلص تبتدي تخاف من مصاريف الشهر الجاي. صاحبتك تتأخر في الرد عليك فتفتح في دماغك سيناريو فيلم مرعب، دي سابتني بقى ولا نسيتني. المدير يقولك عدى عليا في المكتب تقول بس رفدوني. المأساة هنا إن 90% من السيناريوهات دي ما بتحصلش أصلا، لكن جسمك وأعصابك بيتعاملوا مع الفكرة كأنها مصيبة وحصلت بالفعل. يعني أنت بتتوتر وتحرق في دمك وتقلق من أحداث لسه ما اتخلقتش في الواقع. وفي علم النفس بيسموا الموضوع ده التفكير الكارثي. الاسم بيخض، بس الفكرة ببساطة إن مخك بياخد احتمال صغير وبيحوله لكابوس كامل. ودي يمكن أغرب وأخطر قدرة عند البني آدم، إن هو المخلوق الوحيد على الكوكب اللي بيقدر يعذب نفسه بخياله. والدراسات النفسية بتأكد إن التفكير الكارثي ده هو المولد الرئيسي للقلق والتوتر عند معظم البشر. بس ده مش معناه إنك مريض نفسي يا صاحب الإنسان، ده معناه إن دماغك بتعشق إنها تسبق الأحداث وتألف في أفلام قبل ما تبتدي. طيب ليه مخنا بيعمل كده؟ لأن من آلاف السنين أيام أجدادنا اللي كان بيسمع صوت في الشجر ويقول استر يا رب أكيد ده أسد ويهرب تقريبا كان بيعيش. إنما اللي كان عامل فيها ناصح ويقول دي قطة بتلعب ويفضل قاعد، ده غالبا ملحقش يسلم جيناته للإصدارات اللي بعد كده، ده توكل على الله. فاحنا ورثنا دماغ متبرمجة على البقاء. مخك مش هدفه يخليك سعيد، هو عايز يخليك عايش حتى لو انت هتعيش مرعوب ومربوك. طيب طالما ده طبيعي وغريزي فينا، ليه في ناس بقى وسط نفس الظروف ونفس الضغوط بس بيكونوا هاديين بشكل مستفز؟ ايه اللي عندهم ومش عندنا؟ علشان نعرف الإجابة دي تعالى نرجع شوية لروما. مش روما بتاعت الصور السياحية والكارتيلات، لا أنا قصدي روما اللي ريحتها دخان وصوت السلاسل والحديد فيها أعلى من صوت البشر. الإمبراطور وقتها كان اسمه نيرون، واحد من أغرب وأشرس الحكام اللي جم في التاريخ الروماني. وفي الزمن ده كانت كلمة واحدة غلط كفيلة إنها تنهي حياتك. ووسط الأجواء دي كان في راجل اسمه سينيكا، كان سياسي وكاتب وفيلسوف، بس الأهم من كده إن هو كان المعلم والمربي بتاع نيرون لما كان صغير. تخيل أنت علمت شخص وهذبته، وبعد كام سنة الشخص ده بقى هو اللي يملك قرار حياتك وموتك بكلمة. ودي مش قصة خيالية، ده واقع حصل فعلا. بعد سنين نيرون اتهم معلمه سينيكا انه اتآمر ضده. هل كان متورط فعلا ولا لا؟ لحد النهارده ما نعرفش، وده مش موضوعنا اصلا. لكن النتيجه انه وصل لسينيكا امر رسمي من نيرون. الامر ده ولا فيه محاكمه ولا فيه دفاع ولا حتى سجن. الحكم كان جمله واحده بس: اقتل نفسك بنفسك. تخيل لما حد يبعت لك جواب رسمي مكتوب فيه الطريقه بتاعت انهاء حياتك بنفسك. التصرف اللي عمله سينيكا في اللحظه دي بالذات هو السبب ان ملايين البشر بعد 2000 سنه لسه بيقروا كلامه لحد النهارده. والاغرب من ده ان اخر ساعات ليه في الدنيا كانت هي البرهان الحقيقي ان كل حرف كان بيكتبه ما كانش مجرد كلام على ورق ولا تنظير. سينيكا ساب وراه مجموعه رسائل لصديقه لوسيليوس. الرسائل دي اتجمعت بعد كده في كتاب شهير اسمه ليترز فروم استويك. بس لو انت فاكر ان دي مجرد رسائل فلسفيه ونظريات معقده تبقى بتفوت على نفسك الجوهر كله. دي في الحقيقه رسائل بني ادم كان بيتمرن كل يوم ان هو ما يكونش عبد للخوف بتاعه. وعلشان كده زي ما قلت لك الرسائل دي لسه بتتقري لحد النهارده، مش لانها بتقول لك ازاي تعيش سعيد، بس هي بتجاوب على سؤال اخطر بكتير: ايه الحاجات اللي تقدر تسرق منك سلامك النفسي حتى لو محدش على الارض لمس شعرايه منك؟ واجابه السؤال ده هتخلينا نكتشف ان اغلبنا عايش في سجن بابه مفتوح بس محدش فينا واخد باله. لو سألت أي حد النهاردة إيه أغلى حاجة عندك في الدنيا، هتسمع إجابات كتير: صحتي، أهلي، فلوسي، كرامتي، أولادي. بس في حاجة غالبا مفيش حد خالص هيقولها، مع إن دي الحاجة الوحيدة اللي على الكوكب اللي أنت كل يوم بتصحى بتلاقيها قلت. الحاجة دي هي الوقت. أنت ممكن تخسر فلوس وترجع تعوضها، تسيب شغل وتلاقي شغل غيره، لكن الدقيقة اللي أنت سمعتني فيها دلوقتي حالا خلصت خلاص، عمرها ما هترجع. ومفيش بني آدم في التاريخ قدر يرجع ثانية واحدة حتى.
وده بالظبط اللي خلى سينيكا يبدأ واحدة من أشهر الرسائل بتاعته بجملة تقيلة جدا، قال فيها: احنا مش عندنا وقت قليل، احنا بس اللي بنضيعه من الوقت كتير. الجملة تحس ان هي بسيطة، لكن اول ما تقف عندها وتفكر فيها بجد هتتضايق من نفسك. صاحب الانسان، احنا بنزعل جدا لو سلفنا حد فلوس واتأخر انه يرجعها او ما رجعهاش، لكن كم مرة حد استلف منك ساعة من عمرك وانت بنفسك سلمتها له بابتسامة؟ تقعد تفتح ريلز وتشوف فيديو صغير تقول 5 دقايق بس كده وخلاص، فجأة ترفع عينك تلاقي النهار خلص. والمصيبة انك مش بتحس ان في حاجة اتسرقت منك اساسا، لان السرقة دي هادية جدا. وعلشان كده دي اخطر سرقة بتحصل لك في حياتك. وانا مش جاي ارمي اللوم على التكنولوجيا او اقول لك الموبايل ده هو الشرير، لانك لو انت جيت جبت الشخص ده كده وخدت منه الموبايل بتاعه ووديته جزيرة معزولة، هيسيب كل حاجة ويقعد على الجزيرة يضيع وقته في إنه بيتفرج على البحر. إذا المشكلة عمرها ما كانت في التطبيقات ولا في التكنولوجيا، المشكلة الحقيقية جوه البني آدم نفسه. وده بالظبط اللي سينيكا كان فاهمه من 2000 سنة. المشكلة موجودة جوانا من زمان. كل اللي التكنولوجيا عملته إنها جابت ميكروفون وكبرت الصوت بس مش أكتر. والسبب في ده ببساطة إن مخك بيحب المكافآت السريعة بتاعت دلوقتي وبيديها قيمة أعلى بكتير من مكافأة ضخمة هتاخدها بعدين. يعني 5 فيديوهات تتفرج عليهم دلوقتي وتضحك اسهل بكتير على دماغك في انك تقعد تقرا 10 صفحات في كتاب، حتى لو انت من جواك عارف ان القرايه مهمه ومفيده لمستقبلك. وفي علم النفس بيسموا الموضوع ده انحياز اللحظه الحاليه. مخك مش كسلان، مخك اقتصادي، بيحب يختار الارخص والاسرع والحاجات اللي تخليك تهرب من اي مجهود دلوقتي. وده يودينا لسؤال اخطر بكتير: هو احنا ليه اصلا بنهرب؟ ليه اول ما نقعد لوحدنا ثانيه نمد ايدينا ونمسك الموبايل فورا؟ اول ما يبقى عندك اي دقيقه فاضيه تفتح اي ابلكيشن تدور على اي دوشه؟ ليه السكون والهدوء بقى يرعب ناس كتير للدرجه دي؟ سنه 2014 باحثين في جامعة فيرجينيا عملوا تجربة عجيبة لفتت أنظار العالم. جابوا ناس وسابوهم يقعدوا لوحدهم في أوضة فاضية من غير تليفونات ومن غير تلفزيونات، من غير أي حاجة ممكن يعملوها، مجرد إن هم يقعدوا لوحدهم مع أفكارهم. وكان في زرار في الأوضة، لو المشارك داس على الزرار ده بيديله صدمة كهربائية خفيفة. عارف النتيجة كانت إيه؟ نسبة كبيرة من المشاركين فضلوا يدوسوا على الزرار ده ويدوا لنفسهم صدمات كهربائية خفيفة بدل ما يقعدوا ساكتين مع أفكارهم. الجلوس مع النفس أصعب بكتير مما تتخيل. احنا في أوقات كتير مش بنهرب من الفراغ، احنا بنهرب من نفسنا. صاحب الإنسان، خليني أسألك سؤال بصراحة: امتى آخر مرة قعدت فيها 10 دقايق كاملة من غير أي حاجة؟ ولا موبايل بقى ولا تلفزيون ولا مزيكا ولا حتى كتاب؟ لو إجابتك مش فاكر يبقى كده في حاجة لازم تقلق منها جدا. والمرة دي بقى مش لأنك بتضيع وقت، لكن لأنك بقيت محتاج دوشة بره علشان ما تسمعش الصوت اللي جواك. وده كان من أكتر الحاجات اللي سينيكا كان بيحاربها في الرسائل بتاعته، مش الضوضاء اللي في الشارع، الضوضاء اللي جوه الدماغ. لأنه كان شايف إن الإنسان ممكن يكون عايش في قصر بس حياته كلها دوشة وصراع، وممكن يبقى في أوضة صغيرة بس حاسس بسلام وهدوء حقيقي. وهنا بقى في حاجة شكلها بسيط لكن حياتك كلها ممكن تتغير لو فهمتها. احنا اغلبنا فاكرين ان الهدوء هيجي لما المشاكل تخلص. سينيكا كان شايف العكس تماما، كان شايف ان المشاكل عمرها ما هتخلص اصلا. فلو حضرتك مستني الهدوء يجيلك لما المشكلة تخلص يبقى انت مستني سراب، حاجة عمرها ما هتيجي. تعال اسألك سؤال بسيط، لو انت سألته لأي حد في الشارع هيجاوبك في ثانية: لو بقى معاك مليون جنيه دلوقتي في البنك هتبقى مطمن ومستريح؟ ناس كتير هتقول طبعا يا عم. طب لو بقى 10 مليون؟ احلى واحسن. طب مليون دولار؟ يا سلام، ده كده بقى الامان التام. طيب ليه في ناس بقى عندها الارقام دي واكتر وبرضه مش مطمنه؟ ليه في مشاهير نجحوا كتير ووصلوا لكل حاجه ومع ذلك بيكتبوا عن القلق والحرقه بتاعه النفس؟ ورجال اعمال بعد ما حققوا كل احلامهم الماليه فضلوا مرعوبين طول الوقت من الخساره. اذا المشكله عمرها ما في الرقم. صاحب الانسان في فخ مرعب وقعنا فيه بدرجات مختلفة، فخ اسمه لما اوصل. وده بالظبط اللي احنا بنقضي عمرنا كله بنعمله: هرتاح لما اقبض المرتب الجديد، هرتاح لما اتجوز، هرتاح لما اغير العربيه، هرتاح لما العيال يكبروا ويخشوا الجامعه، هرتاح لما. والمأساة الحقيقيه ان كل لما بيطلع لها من تحت الارض 100 لمه جديده. تعالى بقى معايا يا صاحب الانسان نرجع للمشهد اللي احنا بدأنا بيه. راجل قاعد عارف ان فاضل في حياته ساعات ومع ذلك هادي وراسي واهدى من ناس كتير لسه ناقصلها عشرات السنين. ازاي؟ هل كان في عنده سر ولا كان شايف حاجه احنا مش شايفينها؟ الاجابه مش في موضوع الموت نفسه، الاجابه في حاجه اخطر بكتير: ايه الحاجات اللي هي تحت سيطرتك وفي ايدك، وايه الحاجات اللي انت بتضيع عمرك وصحتك
بتحاول تتحكم فيها وهي مستحيل تتغير. ودي بالظبط الرسالة اللي قلبت حياة ناس كتير جدا. وعشان ابسطها لك هخليك تعمل معايا دلوقتي حاجة سريعة. افتح اي موقع اخبار او اقعد لك 10 دقايق كده على السوشيال ميديا، وبعدين اسال نفسك بصراحه كام حاجه من اللي انت شفتها دي تقدر تتدخل وتغيرها. حرب في بلد تانية، خناقه بين اتنين مشاهير، حد بيشتم حد، اسعار زادت، اسعار نزلت، واحد اشترى عربيه، واحده اتطلقت. كام خبر من دول كان في ايدك انك تغير فيه؟ غالبا ولا واحد. طيب ليه بقى بترجع اخر اليوم بالليل تحط راسك على المخده وانت شايلهم كلهم فوق دماغك وشايل الهم؟ صاحب الانسان في عاده بنعملها كلنا كل يوم لدرجه ان احنا بقينا فاكرينها طبيعه ومسلم بيها. احنا بقينا بنستهلك مشاكل اكتر بكتير من المشاكل اللي احنا بنعيشها فعليا. يعني انت بتصحى الصبح مفيش في حياتك اي مصيبة حقيقية، وبعد نص ساعة سكرول بقى عندك 20 مصيبة مستعارة. مصيبة من الاخبار، مصيبة من الكومنتات، مصيبة من نقاش مالكش فيه اساسا، وفجأة تحس ان انت الدنيا خانقاك ومش طايق نفسك، رغم ان ولا حاجة من دول كانت موجودة جوه اوضتك. وسينيكا كان شايف الحقيقة دي بوضوح وقال جملة مرعبة: الإنسان بيتعذب في خياله أكتر بكتير من الواقع. لما تقرأ الجملة دي تحسها حكمة طيبة كده من راجل كبير، لكن أول ما تعيشها وتطبقها على نفسك هتكتشف إن هي كابوس. علشان كده سينيكا عمل حركة ذكية جدا. بدل ما يحاول يمنع الخوف سأل سؤال مختلف تماما: الخوف ده من إيه بالظبط؟ اسمعها تاني وركز معايا. مش أنا خايف، لأ، أنا خايف من إيه تحديدا. الفرق بين السؤالين هو الفرق بين واحد دخل مكان ضلمة خاف وجري، وواحد تاني دخل نفس المكان ونور النور. لانك اول ما تفك الخوف هتبتدي تشوف تفاصيل وهتكتشف ان هو عباره عن حاجات صغيره، حاجات اصغر بكتير من اللي انت كنت فاكرها. انا خايف اخسر شغلي، طب وبعدها هخسر فلوس، وبعدين مش هعرف اصرف، وبعدين الناس هتشوفني فاشل ومش ناجح. ايه ده؟ استنى عندك. احنا بدأنا من الخوف على الشغل وانتهينا عند نظرة الناس وكلامهم. يعني المشكلة مش في الشغل نفسه، المشكلة انك رابط قيمتك ووجودك بحاجات ممكن تروح في ثانية. مش معنى الكلام إن الفلوس وحشة والشهرة وحشة والمناصب وحشة، لكن لو خليت الحاجات دي هي اللي بتعرفك وبتحددك، يبقى يوم ما يختفوا أنت هتختفي معاهم. عارف ليه في ناس كتير بتنهار نفسيا بعد سن المعاش أو التقاعد، أو بعد مثلا ما الشركة تستغنى عنهم أو يتطلقوا؟ مش لأن الحدث نفسه هو الكارثة، لكن لأن الهوية بتاعتهم كلها كانت متعلقة باللقب ده: أنا المدير، أنا الزوجة، أنا البطل، أنا الغني. وفجأة لما اللقب ده يروح يحس إنه كيانه هو كمان راح واتدمر. صاحب الإنسان، خليني أقول لك حاجة ممكن تضايقك شوية: إحنا ساعات بنحب الحاجات بطريقة تخلي الحاجات دي هي اللي تمتلكنا، مش احنا اللي بنملكها. في فرق كبير بين ان العربية دي تبقى ملكك وبين ان قيمتك انك راكب العربية دي، او بين انك شغال شغلانة وبين ان وجودك كله مرهون بالكرسي اللي انت قاعد عليه. فرق كبير بين انك بتحب شخص وبين انك ما تعرفش تتنفس او تعيش من غيره. وهنا في موقف بسيط جدا بس لو استوعبته هيغير طريقة تعاملك مع الدنيا كلها. تخيل اتنين كل واحد فيهم واقف وماسك كوباية، الكوباية وقعت من ايديهم اتكسرت. الاول قال الكوبايه اتكسرت وخسرتها، والتاني قال في جزء مني اتكسر وضاع. الخساره النفسيه هنا مش واحده ابدا، مع انها نفس الموقف بالظبط. سينيكا كان شايف ان الانسان الحكيم مش هو اللي ما بيحزنش وما بيعيطش. ده كلام غير واقعي. وهو بنفسه كتب في الرسائل بتاعته ان الالم طبيعي، وان الانسان مش صخر ولا حجر. لكن الفرق ان الانسان الحكيم ما بيسلمش مفاتيح قلبه ونفسه لاي حاجه حواليه. يحزن يتوجع لكن ما يفضلش طول عمره أسير. وده ينقلنا لأهم سؤال في الحلقة كلها: إيه الحاجة الوحيدة اللي مفيش حد على وجه الأرض يقدر ياخدها منك؟ فلوسك ممكن تضيع، بيتك لا قدر الله ممكن يروح، منصبك بيتغير، صحتك أديك شايف، حتى أقرب الناس ليك للأسف ممكن يروحوا. يبقى إيه اللي فاضل؟ احتفظ بالسؤال ده في دماغك وهجاوبك عليه بعد دقايق. نرجع تاني لسينيكا. في اسم علمي في علم النفس حاجة اسمها التكيف الهيدوني. الاسم مكلكع بس معناه بسيط: هو إن أي حاجة جديدة بتفرحك بتيجي بعد فترة بتبقى حاجة عادية. يعني الموبايل اللي أنت كان نفسك تجيبه بعد ما جبته بقت ترميه على السرير عادي وزيه زي أي تليفون. العربية اللي أنت هتموت عليها وجبتها بعد فترة بقت وسيلة مواصلات وزهقان منها. وده السبب الأساسي بقى اللي بيخلي السعادة اللي جاية من امتلاك الأشياء بيكون عمرها قصير. الغريب بقى إن سينيكا لاحظ المعلومة دي من 2000 سنة. كان بيقعد كده يراقب الناس اللي حواليه ولاحظ إن الناس كل ما الممتلكات بتاعتها بتزيد خوفهم كمان بيزيد. مش خوف الفقر لكن خوف الفقد. الفقير بيكون خايف إنه ما يلاقيش، والغني بيكون خايف إنه يخسر اللي في إيده، والاتنين
مش مرتاحين. وعلشان كده سينيكا كان بيعمل حركة مجنونة شوية، كان في أوقات كتير بيسيب حياته اللي فيها رفاهية ويلبس بقى لبس بتاع الناس الغلابة وياكل أكل متواضع وينام على الأرض في الشارع وسط أجواء قاسية. ولما كان ينام في الأجواء دي كان بيسأل نفسه، هو ده بقى اللي أنا كنت خايف منه بخيالي؟ يعني كان بيمارس ويختبر أسوأ احتمال قبل ما الحياة تجبره عليه، وده علشان يكسر الرعب والخوف اللي جوه قلبه. فكر فيها كده، احنا أوقات كتير بنخاف من حدوث حاجة معينة أضعاف الحاجة نفسها، وأول ما الحاجة دي تحصل وتعدي تقول لنفسك إيه ده؟ هو ده اللي أنا كنت خايف منه؟ ده طلع موضوع تافه قوي. الهروب المستمر بيغذي الخوف ويكبره، والمواجهة المنظمة بتكسره وتضعفه. ويجي تاني عم سينيكا ويرمي قنبلة فكرية، قال الفقر الحقيقي مش إن ما عندكش كتير، الفقر الحقيقي إنك محتاج حاجات كتير علشان تبقى كويس. يعني إيه محتاج كتير؟ يعني مزاجك مربوط بكوباية قهوة، لو القهوة خلصت يومك باظ والناس المحيطة بيك هتعاني. مربوط بالموبايل، لو البطارية بتاعته فصلت أعصابك بتنهار. مربوط باللايكات، لو البوست جاب تفاعل قليل تحس إن قيمتك في الحياة قلت. كل ما بتزود الشروط والحاجات اللي لازم تبقى موجودة علشان تحس إنك بخير، كل ما تبقى بني آدم أضعف وأسهل في الكسر. صاحب الإنسان، جرب كده، راقب نفسك. هتفق معاك اتفاق يا عم، أول ما تصحى كل مرة في خلال اليوم بتقول فيها كلمة لازم، اكتبها في ورقة. لازم أشرب قهوة، لازم فلان يرد عليا، لازم الفيديو يعجبهم، لازم الخطة اللي أنا عاملها تمشي بالملي. وتعالى في آخر اليوم بقى وشوف نفسك كتبت كام لازم، هتكتشف إنك مش عايش، أنت بتجري ورا عشرات القيود والشروط عشان تدي لنفسك إذن وتقول أنا كده تمام. وده أخطر سجن البني آدم بيبنيه بإيده، سجن من غير أي قضبان ولا حراس، مجرد كلمة واحدة بس اسمها لازم. وده بيوصلنا لحاجة تاني أخطر شوية، وهي رأي الناس. وده هو السجن بقى اللي حتى الإمبراطور نيرون بكل قوته معرفش يهرب منه، بس سينيكا كان بيعتبره مجرد دوشة وشوشرة ملهاش أي قيمة. ولما تفهم ليه هتعرف ليه إن في ناس عندها الحرية الكاملة بس عايشة كأنها محبوسة ومتكلبشة. في فرق كبير بين واحد عايش حياته وواحد عايش نسخة من حياة تليق بالآخرين. إمتى آخر مرة أنت عملت فيها حاجة مش لأنك عايزها من قلبك، لكن لأن الناس مستنياها منك؟ دخلت كلية معينة عشان بيسموها كليات القمة، اشتريت حاجة فوق طاقتك عشان البرستيج بتاعك، وافقت على خروجة وانت اصلا مش طايق اللي فيها، ضحكت في وش ناس مش طايقهم برضه وقلت انا تمام وزي الفل وانت ولا تمام ولا زي الفل. صاحب الانسان، احنا بنقضي سنين من عمرنا عمالين نلمع في الصورة وبننسى الانسان اللي جوه الصورة. والغريب ان روما القديمة كانت مبنية برضه على الصورة دي، السيناتور لازم يبقى قوي، القائد لازم يبان شجاع، والامبراطور يبقى مسيطر. كل واحد لابس قناع، والقناع ده لو وقع حياته ومستقبله هيقعوا معاه. يعني الضغط الاجتماعي ده مش اختراع حديث ولا وليد السوشيال ميديا، الفرق بس ان زمان كان بيحكم علينا الشارع بتاعنا، انما دلوقتي بيحكم عليك ملايين بضغط الزرار. وده اللي يخلي سؤال سينيكا مرعب ومباشر، مين اللي ماسك الريموت بتاع مشاعرك؟ لو كومنت حلو يفرحك ويديك طاقة وكومنت سلبي يكسرك ويهدك، يبقى الريموت مش في ايدك يا معلم. يعني حياتك ومشاعرك بقت في ايد حد، اي حد عنده القدرة انه يكتب كلمتين يعصبك بيهم. دماغ البني آدم حساسة جدا للتقييم الاجتماعي، علشان كده ممكن كلمة من شخص ما تعرفوش تفضل عايشة جواك أسبوع بتلففك حوالين نفسك مع إنها خرجت من دماغه هو بعد 5 ثواني بس. أنت كده كده مش هينفع ما تهتمش برأي الناس كليا، لأن ده غير واقعي، إحنا بشر وبنتأثر. لكن المفروض إنك تسأل نفسك سؤال، مين الناس أصلا اللي رأيهم يستحق إنه يخش جوه دماغك وجوه بيتك؟ لأن مش كل صوت معدي في الشارع يستحق إنه ياخد مساحة من تفكيرك. بص حواليك كده، احنا بنسمح لناس ما يعرفوش اسمنا اصلا ولا عاشوا يوم واحد مكاننا ولا شالوا مسؤولياتنا ان هم يحددوا احنا ناجحين ولا فاشلين، حلوين ولا وحشين، كويسين ولا لا. ودي سلطة مرعبة وللأسف احنا اللي سلمناها بإيدينا. في تفصيلة غريبة في الروايات التاريخية معظم الناس ما يعرفوهاش، المؤرخين بيحكوا ان سينيكا بعد ما صدر له الامر بتاع ان هو ينهي حياته استقبل اصحابه واهله في البيت وقعد يتكلم معاهم بهدوء شديد، وكمان كان هو اللي بيحاول يواسيهم ويهديهم. يعني الناس اللي حواليه هم اللي منهارين وبيموتوا من الخوف، وهو اللي واقف بطوله بيطمنهم لانه قضى عمره بيتمرن على اللحظه دي. ودي اهم كلمه في الحلقه، بيتمرن. احنا فاكرين ان الشجاعه مجرد صفه بنتولد بيها، بس هي في الحقيقه عاده بنتمرن عليها كل يوم. فاكرين ان الهدوء والسلام النفسي برضو صفه او موهبه، برضو ده تدريب. فاكرين ان الحريه ان محدش يتحكم فيك، بس هي في الحقيقه بتبدا لما انت تبطل تبقى عبد للخوف بتاعك. فاكر السؤال اللي انا قلت لك هجاوبك عليه بعد دقايق؟ الحاجه اللي انا سالتك عنها ومفيش اي حد على وجه الارض يقدر ياخدها منك، الحاجه دي هي عقلك ووعيك وطريقه اختيارك لرد فعلك. هي دي المساحه الوحيده
اللي ملكك بنسبة 100%، وهو ده الحصن اللي سينيكا فضل طول عمره بيحميه. واللي هيقرا فيكم كتاب ليترز فروم ستويك هيكتشف ان الرسائل دي فعلا مش عن الفلسفة خالص، دي رسائل مكتوبة عنك انت بالظبط، عن كل مرة ضيعت فيها يوم كامل مرعوب وقلقان من حاجة وفي الآخر ما حصلتش، كل مرة سلمت فيها مزاجك لكومنت أو لايك أو أي حاجة على السوشيال ميديا، وكل مرة قلت فيها هرتاح لما أوصل. وعلشان الأسباب دي الكتاب ده فضل عايش لحد النهاردة ولسه بيتقري، لأنه بيجاوب على أسئلة إحنا لسه بنسألها كل يوم. عايزك بقى من أول بكرة كده مع أول موقف يضايقك أو ينرفزك اهدى وفكر، اسأل نفسك سؤال: الحاجة دي تحت سيطرتي فعلا ولا أنا بدور على السيطرة في المكان الغلط؟ وما تنساش تكتب لي التجربة بتاعتك، لأنها ممكن تكون هي الرسالة وطوق النجاة لأي حد تاني هيقراها أكتر من أي كلمة أنا قلتها في الحلقة. أنا تيتو، ودي كانت رحلة وعي.